يا ازاي الحكمة قدرت تنجي سوسنة من الموت؟ كان في الزمان القديم بنت جميلة اسمها سوسنة، كانت عفيفة وتقية وبتخاف ربنا، كانت متجوزة راجل غني وعندهم جنينة كبيرة. سوسنة كانت بتحب تمشي في الجنينة وتتأمل في مخلوقات ربنا الجميلة، لكن في يوم من الأيام وهي ماشية في الجنينة شافها 2 من الشيوخ اللي كانوا بيحكموا الشعب واتفقوا على الشر في قلبهم وحاولوا يغووها. لما سوسنة رفضت اتهموها بالزنا وقالوا انها شافوها مع شاب في الجنينة، واول ما ابتدوا يصرخوا الشاب ده طلع يجري. الناس صدقت الشيوخ لانهم كانوا محترمين، وسوسنة وقفت قدام القضاء وهي مظلومة وكانت بتبكي وتصلي، كان الموت مصيرها. لكن في اللحظات الأخيرة قام دانيال النبي وقال أنا عاوز أسأل الشيخين دول سؤال. دانيال فصل الشيوخ عن بعض وسأل كل واحد فيهم تحت أي شجرة شاف سوسنة. واحد قال له تحت شجرة البلوط، والتاني قال له تحت شجرة الرمان. وهنا بان الكذب لأن كل واحد قال شجرة مختلفة. الناس عرفت الحقيقة وسوسنة اتبرأت، والشيوخ الكذابين أخذوا نفس العقاب اللي كانوا عاوزين يدوه